في يوم من الأيام من آلاف السنين كانت في مدينة اسمها أفسوس، مدينة غنية وجميلة فيها قصور وأصوات موسيقى وضحك ليل ونهار. لكن ورا الواجهة دي كان في ظلم وكفر وطغيان. الملك اللي كان بيحكمها اسمه ديكيانوس، راجل متكبر كان شايف نفسه إله، أكبر الناس يعبدوه هو والأصنام، واللي يعترض مصير الموت أو العذاب. لكن في وسط الفساد ده كان في شباب مؤمنين بربنا، 7 في العدد، شباب في عز قوتهم وشهامتهم، وكانوا من عائلات كبيرة في المدينة. كانوا بيحسوا إن اللي بيحصل ده غلط كبير جدا، وإن في إله واحد خلق السماوات والأرض، مش الأصنام اللي صنعوها بإيديهم. واحد فيهم قال لأصحابه وهو في شدة الخوف: إحنا مش هنقدر نعيش وسط الكفر ده، يا نؤمن بربنا ونموت على ده يا نعيش كفرة زيه. رد عليه التاني وقال: بس الملك هيقتلنا، ده بيعدم اللي بيرفض يسجد له. قال لهم التالت بثبات: ربنا أقوى من أي ملك، خلونا نهرب لمكان بعيد ونعبد ربنا في أمان. وفعلا بالليل وهما مستخبيين من حراس القصر خرجوا في سكات، ومعاهم كلب كان دايما بيحرسه، أمين وطيب اسمه قيلة إنه قطمير. فضلوا ماشيين أيام وليالي لحد ما وصلوا كهف بعيد وسط جبل عالي. الكهف كان غامض ضلمة من جوه، بس أول ما دخلوه حسوا براحة غريبة، كأن ربنا مهد لهم المكان ده مخصوص ليهم. قعدوا جواه وقالوا لبعض: يا رب، احنا سيبنا أهلنا وبيوتنا